في شارع دايما اسمه شارع شريف، سواء في وسط البلد أو في حلوان أو في اسكندرية أو العديد من المدن. هو اسمه شارع شريف. طب مين شارع شريف أو مين شريف؟ طب هو اسمه شريف ولا محمد شريف باشا؟ هو محمد شريف باشا، هو عسكري وسياسي مصري بارز جدا جدا جدا. أقول لك حكايته، خليك معايا. في يوم 20 إبريل سنة 1887 وفاة محمد شريف باشا، والملقب بأبو الدساتير المصرية. اتولد في مصر في نوفمبر 1822. والده محمد شريف أفندي قاضي قضاة مصر، وهو جد الملكة نظلي زوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق. التحق محمد شريف بمدرسة الخنكة الحربية التي التحق بها أنجال وأحفاد محمد علي باشا، التي أتم دراسته انتظاما في 1844 بسلك البعثات الخمسة من البعثات العلمية التي أرسلها محمد علي إلى أوروبا، التي كانت تضم أنجال محمد علي ومنهم إسماعيل الخديوي فيما بعد، وكان معاهم أبو التعليم والصحافة في مصر علي مبارك. ودرسوا في مدرسة سان سير العسكرية التي التحق بالجيش الفرنسي. ولما تولى عباس الأول الأمر بعودة البعثة فعادوا معهم والتحقوا معه بالجيش المصري. محمد شريف باشا أو شريف باشا تولى رئاسة الوزراء 4 مرات، بدأت برحلته الأولى مع الدستور مع رئاسة وزراء الدستورية الأولى سنة 1879 حتى إلى 1881. عمل لائحة خاصة أساسية للحياة النيابية ولائحة انتخابات، وتولى العديد من المناصب داخل الجيش، وتولى وزارة الخارجية في عهد الخديوي إسماعيل، وكان أمير لاي للحرس الخصوصي ثم رتبة باشا. لما الخديوي إسماعيل أسس مجلس شورى النواب عام 1866 كان محمد شريف وزير الداخلية، ولعب دور كبير في تأسيس هذا المجلس. وتوفى محمد شريف باشا في يوم 20 إبريل سنة 1887 بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات لمصر. يا ترى عرفت ليه سموا شارع شريف بهذا الاسم؟ رحم الله كل من خدم هذا الوطن.